السلام عليكم، عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهارده معانا وصفه منعشه قوي في الحر اللي احنا فيه دوت. هنعمل ايس كريم كركديه. معايا كوبايتين 3 كوبايات ميه، هيسيبهم يتنقعوا شويه زي 6 ساعات، او اغليهم لو عايزه اسرع العمليه ديت. وحطيت كوبايه من السكر، معاها نص كوبايه ميه، عصره ليمونه، هسيبهم يغلوا شويه على النار زي 4 5 دقايق. حطيت معاهم كام ورقه نعناع. الميكس ده حلو قوي ومنعش قوي في الصيف. انا فضيتهم بقى على بعد ما برد تماما، وهحط فيه مكعبات من التلج بعد ما اصفيه. انا اول لما صفيته حطيت مكعبات من التلج، وبعد كده هدوق بقى السكر وهزود بقى السكر اللي انا حباه. وحطيت كوبايه من الكريم شانتيه، ضربتهم مع بعض كويس جدا لحد لما يبقى قوامهم عامل زي الايس كريم السايح بالظبط. وعايزه اقولك لو انتي اصلا بتحبي الكركديه هتعجبك اول وصفه دي. والنعناع يعني طعمه مش عامل قوي، مش فاجئ. وحطيتهم بقى في الفريزر لمدة 5 ساعات، او اول لما اتمسك بالمنظر دوت طلعته ضربته تاني لحد ما بقى القوام بتاعه كريمي. اول لما يبقى قوامه كريمي برجعه الفريزر تاني، واول لما بيتمسك بقى بطلعه اقدمه على طول. انا بقى هنا هقدمه في بسكوت الايس كريم اللي احنا عملناه الحلقة اللي فاتت. حضرتك ممكن تقدميه مثلا في بولة. بصوا انا هنا بقى فضيته هرجعه تاني. بصوا اصلا قوامه حلو ازاي وكريمي. لو وصلتي معايا لحد هنا بشكرك جدا، وما تنسينيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب.